ما بالك انت بقى، انت كواحد مشجع ليفربول او مشجع مصري عادي او بتشوف محمد صلاح، ازاي ما تبقاش فخور بيه؟ ازاي في كميه العظمه اللي هو بيقدمها واللي الناس كلها اجمع ان هو من اعظم اللعيبه اللي لعبت كره القدم وبيشبهوه برونالدو وميسي، انت تتجاهل كل ده وتقول لك اصل هو مش زي ابو تريكه؟ خلينا نتكلم على محمد صلاح كلاعب كوره، لان انا عارف ان هو اتكلمت كشخصيه ناس كتير هتقعد تتكلم معايا ان انت ازاي يعني ما تقارنوش بابو تريكه. هو ما يتقارنش بابو تريكه، هو ما يتقارنش بحد. ابو تريكه افضل لاعب داخل افريقيا واسطوره حيه مصريه كلنا يعني بنقتدي بيها، لان لعيب له مواقف كتير قوي بره الملعب بتثبت قد ايه ان هو شخصيه مننا. صلاح مش كده، صلاح لعيب كوره بس محترف، بروفيشنال بلاير فوتبول. هو ده مهنته، ده كاريره، ده اللي هو بيعمله ونجح في ده جدا. ان هو يقدر ان هو يكسر رقم زي بتاع وين روني او يتساوى بيه 36 مساهمه وتهديف في نفس الماتش. فده راجل بيكسر في اساطير الدوري الانجليزي يا جماعه. لما يوصل لتيري هنري ويعديه كمان، ده راجل يعني المفروض نسقف له كلنا. هنري ده كان مع ارسنال، يعني معلش انا اسف، كان هو الفرقه. هنري ده كان في عزه ما كانش حد يهزه. اقسم بالله صلاح اللي بيعمله ده اعجاز تاريخي. انا نفسي ان هو يتكرر تاني، نفسي ان انا اشوف لعيب تاني زي محمد صلاح ونفس العقليه بتاعته كده. بجد والله العظيم، لعيب لسه له جون واحد ويتصاب بايرلينج هالاند، التنين اللي بيبخ نار من بقه. السيتي بيعيش اسوأ عصوره واسوأ مواسمه مع جوارديولا. من غير رودري السيتي بايظه، ما عادش فيه ثقه، لعيبه مدفوع فيها كتير، لعيبه اصلا المفروض ان هي اسامي كبيره في كره القدم، تحس ان ما فيش ثقه، ما فيش عندهم حته ان هو انا هكسب. لا، في خذلان، في تراخي، ومش اكتفاء بالبطولات. لا، هو اللعيبه ذات نفسها فيها مشكله، في مشكله جوه السيتي جوارديولا ذات نفسه مش عارف يحلها، ما تفهمش في ايه. دي لعنه واتحطت على السيتي ان هو خلاص كده شكرا يا بوب. حتى تصرف جوارديولا النهارده مع جماهير ليفربول انك هترحل الصبح وانك هتمشي من النادي فيشاور لهم بسته، اللي هو عدد الالقاب اللي هو خدها في وجود ليفربول. فده بيدل قد ان جوارديولا خلاص يا جماعه، ما انا استعوضت ربنا في الفرقه دي، مفيش امل، مفيش امل. انا كده كده همشي، انا كده كده مش مكمل، انا كده كده خلاص، انا ما مش عارف اعمل حاجه. من الدوري الهولندي يتعادل معاك وانت كاسبه 3-0 من الدقيقه 75 لحد 90، طب 25 دقيقه يجيبوا فيك 3 اجوان. انت لازم تفهم ان خلاص السيتي واللي جوارديولا عمله واللي هو شرح وشه بيثبت لك قد ايه ان الراجل ده ما عادش عنده ثقه اصلا في اللعيبه، ما عادش عنده ثقه اصلا ان هو هيكمل. لا، لان خلاص انا هعمل ايه؟ مفيش. فغياب رودري مؤثر، السيتي بتقع، جوارديولا هيسيب السيتي. العلامات اللي هو عملها في ماتش ليفربول ده بيدلك قد ايه ان الراجل ده متوتر، الراجل ده خايف على مكانه، او الراجل ده اصلا بالفعل فقد مكانه. انا معاه، مش هكمل مع التيم ده، مش هكمل مع الفرقه دي. فعايز اوصل لك ان انا برضو جاي اتكلم في حته صلاح وصل لايه، وصلاح اللي هو بيعمله في الدوري الانجليزي ده يا جماعه، وان هو يقترب ان هو يبقى الهداف على ايرنينج هالاند الواد الصغير اللي مكسر الدنيا التنين. فده بيدلك قد ايه ان صلاح لعيب عظيم بشهاده كل اللعيبه. فان دايك بقى، روبرتسون، اللعيبه القديمه حتى بتتكلم عن صلاح في الدوري، او اساطير الدوري الانجليزي بيتكلموا عن محمد صلاح ان هو اسطوره في الدوري الانجليزي يا جماعه. دلوقتي الراجل بقى بيتخلد اسمه جنب اساطير زي روني وهنري، وبيتخطى الناس دي وجيرارد. فمعلش اسف، انت متخيل التفوهات اللي هم اصلا جماهير ليفربول بتعملها له، كميه العظمه اللي هم شايفين فيها صلاح وقد ايه هم متمسكين بيه ونفسهم ان هو دي الصفقه الجديده لليفربول. لا، جددوا له، لان احنا من غيره ولا نسوى. جددوا له لان هو اهم لاعب في الفريق بشهاده لعيبه الفريق. لو انت بتفكر ما بين فان دايك وما بين مو صلاح، انا لو واحد بيشجع ليفربول انا هختار صلاح من كتر فعاليته. كل ماتش اقل حاجه بيصنع اسيست، بيجيب لك ضربه جزاء، بيجيب لك جول، في خطوره جايه من عند محمد صلاح. لما الجمهور كله يتفق سواء بتوع السيتي او بتوع الليفر على احسن لاعب في الملعب اللي هو محمد صلاح، فانت لازم تسقف لراجل زي ده، لازم تشيد بانك انت عندك لعيب مصري زي محمد صلاح، لعيب كره قدم بس قدر ان هو يوصل، ان مش مستحيل ومش صعب انك انت في يوم من الايام توصل لمكانه زي دي. من نجريج وصل للعالميه وبقى احسن لاعب واسطوره في الدوري الانجليزي. اتمنى ان انا اشوف زيه، اتمنى ان انا اديله حقه في فيديو قصير زي ده. اتمنى انك انت برضو ما تاخدنيش ان انا من داعمين محمد صلاح، اللي هو خلاص محمد صلاح اسطوره زي ابو تريكه او بشبهه زي ابو تريكه. انا قلت لك بره التشبيهات، محمد صلاح بقى اسطوره، اسطوره شئت ابيت، هو اسطوره، اسطوره لينا واسطوره للكره الافريقيه كلها واسطوره للعالم كله.
البالون دور بتتجهز له الصراحه. المستوى اللي هو بيقدمه يستاهل عليه 100 بالون دور. واقول لك حاجه، لو الراجل ده مش مصري او مش افريقي عموما كان زمان خد بالون دور دي من سنتين ثلاثه فاتوا. بس هو عشان مصر ففي افريقيا ففي ايه، لا احنا مش مع الناس دي. ودروجبا طلع قال لك اكتر لاعب يستحقها هو محمد صلاح. انت عارف عظمه دروجبا بقى؟ تخيل اسطوره زي دروجبا لما يتكلم على مو ان هو اصلا اسطوره وتخطاه. ما بالك انت بقى، انت كواحد مشجع ليفربول او مشجع مصري عادي او بتشوف محمد صلاح، ازاي ما تبقاش فخور بيه؟ ازاي في كميه العظمه اللي هو بيقدمها واللي الناس كلها اجمع ان هو من اعظم اللعيبه اللي لعبت كره القدم وبيشبهوه برونالدو وميسي، انت تتجاهل كل ده وتقول لك اصل هو مش زي ابو تريكه؟ لا يا جماعه، هو تخطى ابو تريكه. محمد صلاح كلاعب كره قدم هو احسن لعيب افريقي او احسن لعيب في العالم حاليا. وده كان رايي في الاول وفي الاخر عن محمد. استنى اشوف رايكم تحت في مو صلاح كلاعب كره قدم من غير مقارنات مع ابو تريكه. اللي احنا بنتكلم على كل ما هو رايك في وسائل التواصل الاجتماعي، فاكيد لنا فيديوهات تانيه. استنى اشوفكم على خير، السلام عليكم.